التوقعات ديالي ان شاء الله بان المنتخب ان شاء الله غادي يربح. يعني كيفاش كتشوف الماتش؟ هو الماتش غادي يكون صعيب شي شويه، وعاد اللعابه عاوتاني كاين لعابه اللي خصنا نحتفظوا عليهم عاوتاني من ناحيه الدفاع ومن ناحيه الهجوم. ايوا نتمنوا خير ان شاء الله للمنتخب. تشوف مثلا خساره ديال المنتخب التونسي، تعادل مصر الجزائر، واش هاد الامور هذه غادي تزيد تعقد وتصعب من الاموريه؟ لا ما غاديش تزيد تصعب ان شاء الله، ان شاء الله بحول الله غادي ندخلوا بروح رياضيه وبروح قتاليه ان شاء الله بحول الله. كاين الجو كاين المناخ كل شيء ان شاء الله كاين ان شاء الله. حنا متبعين المنتخب ديالنا وغنبقاو متبعينه الى اخر الابد كنبغوا ان شاء الله. المنتخب باش اننا نشوفوا في الفينال والحمد لله ما ناقصوا حتى شي حاجه، كل شيء المتطلبات عندهم، كل شيء هذا كل شيء خاصهم، كل شيء تبارك الله برفاهيه، كل شيء بهذا الحمد لله، ونتمناو من الله خير ان شاء الله. الرساله ديالك للمنتخب؟ والرساله ديالي ان شاء الله تنتمنى لهم ان شاء الله حظ سعيد ان شاء الله، وديما مغرب وعاش الملك. اكيد ان مباراه المنتخب المغربي مباراه افتتاحيه، طبعا الاجواء العامه اللي يبدا بها كاس افريقيا حملات واحد المجموعه ديال المفاجات. هذه المفاجات ماشي من محض الصدفه، ولكن الدوريات الاحترافيه سواء في البطولات القويه كالبطوله المصريه او التونسيه او اللاعبين المحترفين لم يتاقلموا نظرا للصعوبات، لان كاس افريقيا جا الان في شهر يناير في بدايه التحولات المناخيه. كما كتعرفوا انه المناخ الاستوائي اللي كتميز به لا كوت ديفوار غادي يكون كاين واحد المجموعه ديال حالات العياء، بالاضافه ما يحفظ الانفلونزا اللي مخيمه الان على القاره الافريقيه. فكنتمناو اولا هو تحصين اللاعبين المغاربه صحيا ونفسيا باش من الناحيه السيكولوجيه، اضافه لحموله الفكر الوطني اللي غيستثمروا فيه من بعد كاس العالم باش يكونوا في المستوى المطلوب ديال هذه المباراه الافتتاحيه ان شاء الله. كيفاش كتشوف المسار ديال المنتخب الوطني المغربي في النهائيات؟ واكيد ان المسار ما كيرتبط شيء بالتصنيف الدوري ديال الفيفا ولا بالانجازات المتتاليه والنهضه الشموليه اللي كتعرفها كره القدم المغربيه ابدا. المسار هو مرتبط بالاعداد لواحد 90 دقيقه حسب الظروف وحسب الان الجاهزيه اللي عند الفريق. فالمشكل اللي عند الفريق الوطني المغربي بكل صراحه هو انه طاح مع فرق ما عندها ما تخسر، فبالتالي غادي تكون تلعب بطريقه انتحاريه، بطريقه بروح قتاليه قويه. الانعكاسات كما قلت اذا ما كانتش هناك بعض الاصابات، خصوصا انه حتى الان الحصص التدريبيه اللي قام بها الفريق الوطني المغربي ربما الجاهزيه والاهليه ديال اللياقه البدنيه ما يمكنش لها تبان الا من بعد المباراه الاولى. فاكيد انه المسار من الناحيه التقنيه والاستشرافيه مسار قوي، ولكن كما قلت لا يمكن الاستهانه بهذه الفرق لانها اساسا ما جاتش كاس افريقيا في نزهه، ولكن جات كاس افريقيا لابراز ذاتها كرويا على مستوى اتحاداتها القوميه. الرساله ديالك للاعبين ديال المنتخب؟ اللاعبين الرساله الاولى هو عدم الاستهانه بالخصم، ثانيا هو ما تكونش هناك ملائمه بين المسارات المتميزه في الدوريات الاوروبيه وبين كاس افريقيا. كاس افريقيا عنده نمط خاص، ربما عدم هضمنا هذه الانماط هي اللي خلات انه من بعد الجيل ديال 76 ديال عسير الله يرحمه، ديال فراس، ديال الزهراوي، ديال حمان، ديال هزاز الله يرحمه، هذا الجيل اللي كان كيلعب في التراب بكل صراحه، اللي كان كيلعب في ملاعب الاحياء، اللي كان كيتضرب وكيدير بيطادين ولا ما كانش حتى بيطادين في ذاك الوقت، كيدير التحميره، هو اللي استطاع يجيب لنا كاس افريقيا. من بعد ما الحركه الكرويه المغربيه زادت في واحد النمو في واحد الازدهار بفضل النبوغ الاحترافي، انذاك كنا كنحاولوا نلائموا بين نبوغنا وتميزنا على مستوى الاحتراف وبين بطولتنا اللي هي غدا فروقي واللي هي مصنفه بطبيعه الحال من ارقى البطولات الافريقيه، وبين فروقنا اللي كتحصل على كاس ابطال افريقيا، وبين اللاعب داخل المنظومه ديال كاس افريقيا. كاس افريقيا هو ثقافه خاصه. رسالتنا للفريق الوطني انه تستمر ديك الروح القتاليه اللي كانت في كاس العالم بطبيعه الحال، مع ملائمه ان الميزات ديال هذيك الروح القتاليه هو دراسه الخصم ودراسه نقط القوه اللي غادي تلعب بها المنتخبات الافريقيه. وشكرا.